حادثة سريعة كده قلت أشاركها معاكم يعني بسرعة كده من غير ما نخش في أي تفاصيل. شاب سوداني شغال في مطعم على قد حاله برضه، والشاب كان محتاج شغل طبعا ملوش مأوى وكده. بعد فترة صاحب المحل ابتدى يعامله بطريقة وحشة، وابتدى إن هو يكلمه بألفاظ مش كويسة على أهله وعلى أهل بيته. فطبعا الشاب اتضايق، وإني إزاي تقول لي كده، وإزاي تستغل إن أنا عايز لقمة عيش. وشاب زي أي شاب في الدنيا لو جه مثلا من السودان أو حتى لو من مصر وعايز ياكل لقمة عيش، والموضوع كان بالنسبة له صعب لأن طبعا الظروف وحشة يعني. الراجل استغل إن الشاب دوت عايز ياكل عيش وبتاع، فابتدى يستغله بقى، وابتدى إن هو يقل أدبه عليه وهكذا. اللي حصل ان الشاب دوت في لسه من قريب لقوه مقتول، ولقوا ان بعد كده اكتشفوا ان صاحب المحل هو اللي قتله، لمجرد ان الشاب دوت حاول ان هو يتطاول عليه بسبب ان الراجل ده كان بيقل ادبه عليه، او الراجل ده كان بيحاول ان هو يقول له الفاظ على اهله، وهو شايف ان الالفاظ دي ما ينفعش تتقال على اهله. يعني الراجل بيحاول يحافظ على كرامته، فليه وليه ان الشاب دوت يحاول ان هو يدافع عن نفسه. الراجل برضه معرفش اخلص عليه بصراحة يعني. قصة غريبة جدا، ومش شايف ليها اي تفسير غير ان الناس بقت القتل بالنسبة لها حاجة سهلة جدا. عادي اي واحد دلوقتي حد يضايقه او حد مثلا يحس ان هو مش على هواه، ياخد سكينة ولا ياخد اي حاجة يقتله بيها وشكرا. والغير كده كمان ان الراجل اصلا معترف بالجريمة، ومعترف ان هو اللي عمل كده عادي جدا. يعني بيقول ان انا عملت كده بدافع ان انا بتكلم بتكلم معاه، فالواد قال ادبه عليا فانا عملت كده. وليه وليه ان شاب زي ده يعمل كده؟ ما اعرفش بقى، هو شايف نفسه افلاطون ولا شايف نفسه مليونير؟ ما تفهمش بقى، شايف الغرور والكبرياء وصلوا لايه. فجريمه غريبه جدا بتفاصيلها. والله بصراحه الدنيا بقت وحشه جدا، والناس بقت اسوأ من الاول. الناس يمكن مثلا الجرائم دي كانت بتحصل زمان، ما تفهمش مثلا كانت بتحصل واحنا ما نسمعش عنها عشان السوشيال ميديا والكلام دوت، ولا بقت علنيا يعني الناس بقت متعودة على القتل والجرم نشوفه في كل حتة. ربنا يرحمنا.